بيقولوا الدنيا ليها قواعد، بس بطلنا النهارده قرر يكتب قواعده الخاصة بدم أعدائه، كسر السدود واخترق الأنظمة وعمل اللي محدش يتخيله. عايز تعرف عمل كده ازاي؟ اربط الحزام وكمل الفيديو. فيلمنا النهارده بيتكلم عن جندي بيسرق ذهب كتير جدا من أكتر من 34 دولة في العالم، وبيبدأ الفيلم مع محقق شرطة اسمه والتر اللي بيحقق في انفجار حصل في مدينة كاليفورنيا. ساعتها بيجيله اتصال من اللي فجر المحل ذات نفسه، وبيقول له ان اسمه سايمون ومستعد يفجر محلات تانية كتير قوي، وبيقول للمحقق والتر انه مستعد يلعب معاه لعبة، وهي انه هيحقق له كل اللي عايزه في مقابل انه يوقف التفجيرات. وبيقول له كمان انه عايز يرجع ضابط شرطة متقاعد اسمه جون للشغل تاني، وبيطلب منه انه جون دوت يروح يقف في الشارع في امستردام ومش لابس اي حاجة خالص. فبيروح والتر وبيقنع جون انه يعمل زي ما المجرم بيقول له بالظبط، وفعلا بيروح للشارع في امستردام وبيعلق يافطة على بطنه مكتوب فيها انه بيكره السمر، وبيكتشف جون ان المنطقة دي كلها سمر، ولو حد شاف اليافطة دي اكيد هيخلص عليه. ساعتها بيكون في واحد اسمه روبس في المحل بتاعه، وبيجيله طفلين صغيرين بيبيعوا له كاسة مسروق، لكنه بيقول لهم ما ينفعش تعملوا كده والمفروض دلوقتي تروحوا المدرسة. وبعدها بيشوف جون فبيروح يتكلم معاه، وهو بيكون فاكره انه شخص مجنون، وبيقول له ان لازم يمشي من هنا قبل ما حد يشوفه. بس بيجي مجموعة من المجرمين بيشوفوه بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، واما بيحاول روبس يدافع عنه بيعوروه للاسف في كتفه. وبعدها بيهرب هو وجون وبيركبوا التاكسي، وفي الطريق بيقول روبس ان ده تصرف مجنون جدا وانه ما ينفعش يعمل كده لاي سبب من الاسباب. بس جون بيشرح له انه كان بيعمل كده اصلا عشان يقدر ينقذ المدينة من المجرم المجنون ده، وانه كان عايز يفجر المحلات. وفي اسم الشرطة بيوصل خبير متفجرات اسمه تشارلي، وبيقول ان المجرم معاه 900 كيلو متفجرات وانه قادر يدمر المدينة كلها، وده في حالة انهم لو ما سمعوش كلامه. بعدها سايمون بيتصل وبيقول لهم على المهمة الجديدة، وبيطلب من جون انه يروح هو وروبس لمحطة المترو وهيتصل بيهم هناك. فبيدوروا المحققين على كل الناس اللي قبض عليهم جون، وبيعرفوا انه كان قابض قبل كده على شخص اسمه سايمون، والمفروض انه حبسه لمدة 7 سنين، وبالتالي ممكن يكون هو نفس المجرم اللي عايز ينتقم من جون. لكنهم للأسف لحد دلوقتي مضطرين يسمعوا كلامه، لأنه في الأساس مش عاوز منهم أي فلوس، هو بس عايز ينتقم من جون وروبس. والسبب في كده إن روبس بوظ له خطته لما أنقذ جون في الشارع، وده اللي هيخليه يشارك معاه في باقي المهمات كلها. وبعدها بنشوف إن روبس بيكون متضايق جدا وعاوز يخلص على المجرم ده بأي طريقة، لكنه مضطر يفضل ساكت وبيسمع كلامه، وده علشان يقبضوا عليه. فبيروحوا هما الاتنين بسرعة لمحطة القطر زي ما قال لهم المجرم، وبيتصل بهم المجرم على التليفون العمومي، وبيقول لجون انه زارع قنابل في كل مكان حواليه، وبيحذره انه يجري لان ساعتها هيفجر المكان. وبعدها بيقول له على فزورة ومطلوب منه انه يحل الفزورة دي في 30 ثانية بس، ولو حلها هيعرف رقم التليفون بتاعه، وبيقول له يرن عليه قبل ال 30 ثانية ما يخلصوا. فبيحاول جون يفكر في حل الفزورة دي مع روبس، وبعد شوية تفكير بيقدروا هما الاتنين يحلوها. فبيتصل جون بسايمون اللي بيعجب بذكائه جدا، وبيكتشف بعدها ان مفيش قنبله اصلا، وبيفضل يضحك عليهم وبيقول لهم ان القنبله الحقيقيه موجوده في محطه قطر، والمحطه دي موجوده في شارع وول ستريت. وبيقول له انه قدامه نص ساعه بس، ولما وصلش خلال النص ساعه هيفجر القنبله. فبياخد جون تاكسي وبيتحرك باقصى سرعته لحد ما بيوصل لمحطه القطر القريبه من شارع وول ستريت، وبيكون قدامه 5 دقايق بس قبل ما القنبله تنفجر. وبيطلب من روبس انه يروح هو للشارع، وبينزل جوه وبيركب القطر اللي فيه القنبله، وفعلا بيوصل اخيرا لمكان القنبله. فبيطلب من كل الناس انهم يهربوا بسرعه من القطر. فبيوصل القطر لمحطه وول ستريت، وبيتصل روبس بسايمون عشان يقول له انهم وصلوا في الميعاد، ولكن بتنفجر القنبله. بس بيقدر جون انه ينقذ كل الناس، وعلى الرغم من انهم وصلوا في ميعادهم، ولكن للاسف القنبله دي انفجرت لان جون اتصرف من دماغه وركب القطر اللي عليه القنبله. فبيوصل 2 من المحققين اسمهم اندرو وبيل عشان يحققوا في القضيه، وبيعرف منهم جون ان المجرم الحقيقي اسمه بيتر، وانه كان قائد في الجيش الالماني، وبيعمل كل ده عشان ينتقم لاخوه هانز اللي رماه جون من فوق مبنى في نيويورك، وده طبعا كان من كام سنه. واللي بيساعده في كل العمليات بتاعته هو خبير متفجرات اسمه ماتياس هو ومراته. بعدها بنشوف سايمون وهو بيتصل بيهم وبيقول لهم انه حاطط اكتر من 1000 كيلو متفجرات في واحده من مدارس نيويورك، وبيطلب من المحقق هو وكل قوات الشرطه في المدينه انهم يروحوا على مكان المتفجرات. اما جون وروبس فبيروحوا الحديقه اللي على بعد 20 دقيقه منهم، وده لان متفجرات تانية هناك. وبيوصل جون هناك وبيكتشف ان المتفجرات دي محطوطه جوه شنطه وعليها ميزان، وبيكون سايمون
سايمون سايب لهم ازازتين، واحده فيها 5 لتر والتانيه 3 لتر بس، وبيقول لهم انهم لازم يخلوا الميه اللي في الازازتين قد بعض هما الاتنين، ويحط واحده منهم على الميزان عشان يقدر يعطل القنبله. فبيفضلوا يجربوا وهم خايفين جدا لان اي غلط ولو بسيط القنبله هتنفجر. وبتتوزع الشرطه كلها على مدارس نيويورك عشان يدوروا على القنبله، لدرجه ان مفيش ولا ضابط شرطه في اي مكان تاني غير المدارس. بعدها بيروح سايمون ومعاه الفريق بتاعه للبنك الاحتياطي في امريكا، وبيضحكوا على مدير البنك وبيفهموه انهم ضباط وانهم جايين عشان يخلوا بالهم من احتياط الذهب اللي في البنك، وبينيموا كل الحراس اللي في البنك لحد ما بيوصلوا للمخزن وبيبداوا في الحفر. فبيقول سايمون ان البنك ده فيه احتياطي الذهب ل 34 دوله حوالين العالم، وان الذهب ده ثمنه مليارات الدولارات، وبيحذرهم ان قدامهم بس لحد الساعه 3 قبل ما الشرطه ترجع. وفي مخزن البنك بيبدا ماتس وباقي افراد العصابه انهم يحفروا عشان يقدروا يدخلوا عربيات النص نقل وتشيل الذهب، وفعلا بتوصل العربيات وبتبدا تشيل الذهب اللي بيكون قيمته تقريبا 140 مليار دولار. المهم ان جون بيكون لسه في الحديقه وبيجرب يملى ازازه الميه ب4 لتر، وده طبعا عشان يوقف القنبله، وبعد تجارب طويله جدا بينجح اخيرا انه يوقف القنبله. ساعتها بيتصل بيه سايمون وبيقول له انه قدامه مهمه تانية، فبيقول له على مكان ظرف موجود في الحديقه، وعشان يوصل للظرف ده لازم يحل فزوره جديده، والفزوره دي هي اسم الرئيس رقم 21 لامريكا. وللاسف جون وقتها ما بيكونش عارف يحل اللغز ده، فبيقول سايمون ان الحل موجود في ملعب لفريق كرة القدم. وفعلا جون بيتحرك لهناك بسرعة وبيوقف ولدين وهما بيسرقوا مصاصات، فبيقول له الولد ان النهارده عيد لان الشرطة مش موجودة في اي مكان خالص، ودلوقتي يقدر يسرق اي حاجة هو عايزها. فبيجي على بال جون ان سايمون عمل الخدعة دي وكل اللي بيحصل اصلا خطة منه عشان يبعد الشرطة عن المكان اللي عايز يسرقه. فبياخد العجلة من الولاد وبيتحرك هو وروبس باقصى سرعة عندهم، وده علشان يقدروا يوقفوا سايمون. فبيروح لشارع وول ستريت وبيقول لروبس انه خلاص فاهم الخطه، وان سايمون اصلا قرر يحط المتفجرات في المدرسه لان شارع وول ستريت هو الشارع الوحيد اللي ما فيهوش ولا مدرسه، وده معناه ان الشرطه اكيد مش هتبقى موجوده في الشارع ده، وده طبعا هيدوله وقت اكبر عشان يسرق اي حاجه هو عايزها. المهم بيلاحظ جون وقتها بنك الذهب الاحتياطي، فبيتحرك ناحيته وبيشوف عربيه شرطه واقفه هناك، وبيكتشف ان دول من رجاله سايمون. فبيبعت روبس بالقنبله علشان يديها لواحد من ضباط الشرطه دول، وبعدها بيتصلوا بسايمون وبيقولوا له ان جون قريب جدا من بنك الذهب. فبياخدوا القنبله من روبس وبيتحركوا بالعربيه، ووقتها بيروح جون لبنك الذهب وبيقابل هناك واحد من حراس سايمون اللي المفروض بيكون متنكر في لبس ضابط شرطه، وبيطلب منه بعدها انه ينزل يشوف مخازن الذهب. وفعلا الحارس بيوافق وبياخد معاه 3 حراس تانيين، وبعد ما بيركبوا الاسانسير بيلاحظ جون ان الشاره بتاعت واحد منهم عليها نفس الرقم بالظبط، وده رقم اللي كسب في اليانصيب من يومين. فبيسالهم لو حد فيهم بيلعب اليانصيب، لكنهم بيقولوا له لا. فبيفهم جون ان دول من حراس سايمون وانهم اصلا سارقين اللبس من ضباط حقيقيين، لان اللي كسب اليانصيب بالرقم ده كان ضابط شرطه اصلا وبيشتغل في بنك الذهب. فبيبدا جون يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيقرر بعدها انه ينزل لوحده المخزن الذهب. فبيوصل روبس المخزن الذهب من الفتحه اللي دخلت منها العربيات، وبيفهم للاسف ان البنك خلاص اتسرق وما فاضلش غير قطعه واحده بس من الذهب. فبياخد روبس قطعه الذهب دي معاه وبيطلعوا يركبوا عربيه عطلانه من قدام البنك، وساعتها بيشغل روبس العربيه وبيتحركوا. وبيفتكر جون ان كان في عربيه نقل هتخبطه وهو في طريقه للبنك، فبيقول لروبس اكيد سايمون نقل الذهب دوت في عربيات النقل. فبيلاحظ وقتها ان في 14 عربيه نقل ماشيه قدامهم وبيجروا باقصى سرعتهم ناحيتها، بس للاسف العربيه بتكون قديمه، فبيبدلها فورا جون بعربيه تانية احدث شويه. بعدها بيتصل بوتر وبيقول له على خطه سايمون كلها، وبيطلب منه انه يسد عليهم الطريق، وبيطلب منه يعرف له مين رئيس امريكا رقم 21 لان ده حل اللغز اللي المفروض هيوصله للعصابه. فبيشوف جون ان العربيات اللي كان بيطاردها دي اختفت من الطريق، ولكن في عربيه واحده بس هي اللي ماشيه قدامه، وفعلا بيروح عشان يركب العربيه دي. فبيطلب من السواق انه يروح بيه لقناه الميه، وبيعرف من موظف هناك ان كان في ناس بتحاول تحفر في القناه، وان في ممرات للعربيات النقل المفروض هتعدي منها وبعدها تخرج بره المدينه. وبيقول له روبس انه هيعدي من الممرات ديت، وبيطلب منه يقابله عند باب الخروج من القناه بره. وساعتها بيتصل سايمون بالحارس اللي المفروض كان في البنك لكنه ما بيردش عليه، فبيتوقع ان جون وصل لهناك وخلص على كل الحراس. وهنا بيقرر يعطله عشان ما يعرفش يتصل على النجده، وبعدها بيتصل بمذيع الراديو وبيقول له ان في قنبله في واحده من المدارس اللي موجوده في نيويورك، وان الشرطه مخبيه الخبر ده على كل الناس. وبمجرد ما بينتشر الخبر بيبدا كل السكان يتصلوا على النجده
ده عشان يطمنوا على اولادهم. وبعدها بيوصل والتر وفريقه للمدرسه اللي المفروض فيها القنبله، وبيقدروا بعدها يطلعوا كل الولاد من المدرسه. وبيفضل خبير المفرقعات لوحده جوه المدرسه على امل انه يقدر يوقف القنبله قبل ما تنفجر في وشه. وبيروح روبس الملعب كره القدم اللي قال عليه سايمون، وبيكون جون عمال يمشي في الممرات مع سواق اسمه جيري، وفي الطريق بيشوف عربيه من عربيات سايمون، فبيتنكر في لبس عامل من عمال القناه. وبعدها بيخلص على الحراس بتوع سايمون، وبيبعت جيري عشان يحكي للمحقق والتر على كل اللي بيحصل، خصوصا بعد ما بيعرف منه اسم الرئيس ال21 لامريكا اللي بيكون اسمه ارثر. وبياخد هو عربيه الذهب وبيكمل طريقه في الممرات. فبيتصل بسايمون من تليفون الحارس بتاعه وبيبلغه انه خلص على كل الحراس بتوعه، وبيوعده انه هيوصل له ويخلص عليه. فبيعرض عليه سايمون عرض، والعرض ده انه ياخد الذهب اللي في العربيه اللي بتكون المفروض قيمته 13 مليار دولار. واما بيرفض جون بيقرر سايمون انه يغرق الممر بالميه عشان يقدر يخلص على جون للابد. فبيشوف جون الميه وهي عماله تملى الممرات، وبيجري بالعربيه باقصى سرعته، بس الميه بتكون اسرع منه بكتير. فبينط جون من العربيه وبيتعلق في باب من الابواب اللي بتطلع من الممر ده، وبينجح جون فعلا انه يهرب من الممر قبل ما يفقد حياته. وبره الممر بيقابل روبس وهو معاه العربيه، فبيركب معاه بسرعه عشان يهربوا من المكان ده. وبيروحوا هما الاتنين عشان يطاردوا سايمون، وفي الطريق بيطارد جون اتنين من حراس سايمون، وهما الاتنين بيكونوا عايزين يخلصوا عليه. فبيلف جون بالعربيه وبيخلص على الحراس، وبتتقلب العربيه بتاعته وكمان عربيه الحراس. ووقتها بيشوف السفينه بتاعت سايمون وهي موجوده في الميه، فبيرمي حبل على السفينه وبعدها بيربطه في العربيه. فبيتعلق هو وروبس في الحبل دوت عشان يوصلوا للسفينه. وبمجرد ما بيوصلوا لهناك بتقع العربيه في الميه، فبيروح كل واحد منهم في اتجاه غير التاني. وبيفضل روبس ماشي على السفينه لحد ما بيوصل لاوضه الكابتن، وساعتها بيهدد سايمون انه يقول على كلمه السر اللي هتعطل القنبله في المدرسه يا اما هيخلص عليه. وبيكتشف سايمون وقتها ان روبس مش مشغل زرار الامان، فبياخد منه السلاح وبيضربه بيه. بعدها بيتمشى جون في السفينه وبيفضل يخلص على الحراس واحد ورا التاني. اما بقى في المدرسه فبيكتشف خبير المفرقعات تشارلي ان مفيش اي قنبله ولا حاجه، وان السائل اللي كان موجود جوه القنبله ده عباره اصلا عن عصير. وعلى السفينه بيوصل جون لاوضه الكابتن وما بيلاقيش اي حاجه هناك، فبيتصل بالشرطه بسرعه علشان يقول لهم على مكان السفينه، ولكن اللي بيرد عليه اصلا سايمون. لحد ما فجاه بيدخل سايمون هو والحراس بتوعه، وبيمسك جون وبيقول له انه هينتقم منه هو وكل الناس اللي في امريكا. وبيتصل سايمون بعدها على الشرطه وبيشغل له تسجيل، وبيقولوا انه هيدمر الذهب كله وكمان هيفجر قنبله ضخمه في السفينه اللي عليها الذهب. وبعدها بيربط جون وروبس في القنبله وبيخبي الثلاثه في بدروم السفينه. فبيحس جون ان حياته خلاص خلصت، وبيقول ان كل ده علشان غلط غلطه واحده بس. وبيقول انه لو قدر يعيش بعد اللحظه دي فاكيد هيصالح مراته لانها رفعت عليه قضيه خلع. وقبل ما يمشي سايمون من السفينه بيطلب منه جون اسبرين، وفعلا سايمون بيدوله العلبه كلها بما ان كده كده اصلا هيموت. فبيروح سايمون يركب مركب الانقاذ هو ماتس ومراته، فبتستخدم مراته اللي اسمها كاتيا المسدس وبتخلص عليه، وده بعد ما قررت تخونه وتشتغل لحساب سايمون. وبيقدر جون وقتها يفك نفسه هو وروبس، فبيهربوا من السفينه على اخر لحظه قبل ما تنفجر. وبيقدر المحقق والتر انه ينقذهم، وبيكون جون متضايق جدا، وبيقول وقتها ان سايمون اخد الذهب معاه. وبعدها بيتصل على مراته علشان يصالحها وكمان يقنعها انها ترجع تعيش معاه من تاني. لكنه فجاه بيشوف علبه الاسبرين وبيلاقي مكتوب تحتها عنوان مخزن عربيات النقل. فبيسيب جون التليفون وبيروح بسرعه للمكان ده اللي مكتوب تحت العلبه، وبياخد معاه روبس للمشوار ده. واما بيوصلوا بيبقى سايمون بيحتفل مع رجالته بالذهب، وبيقول لهم انهم يقدروا دلوقتي يشتروا دوله كامله عشان يعيشوا فيها لوحدهم. وبيقول انهم هيتحركوا بعد تلت ساعه، بس جون بيوصل وبيغير خطته. وبنشوف بقى العصابه وهي بتتحرك كلها بالذهب. فبيركب هو وكاتيا الطياره الخاصه بتاعته وبيفضل يطارد جون عشان يخلص عليه، بس جون بينزل بالطياره على الارض وبيجري بسرعه علشان يشد انتباه سايمون ليه. فبيطاردوا سايمون بالطياره لحد ما فجاه بيضرب جون طلقه على عمود كهرباء، فبيولع في الطياره بتاعت سايمون وبيحطمها تماما، وبالتالي بيخلص عليه هو وكاتيا للابد. وبيبعت كمان عربيات الشرطه ورا العصابه عشان يقدروا يرجعوا الذهب كله. وبيروح عشان يطمن على صديقه روبس وبيشكره جدا على كل حاجه هو عملها علشانه. فبيفكروا روبس انه يتصل بمراته هولي علشان يقدر يصالحها. وفعلا جون بيسمع كلامه وبيتصل على مراته وبيقرر انه هيتغير تماما ويصالحها وكمان يرجع للشغل بتاعه من تاني. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو الفيلم عجبك. سلام.